السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم وجميع أوقاتكم بكل الخير. حفظكم الله أينما كنتم وأينما حللتم أو ارتحلتم. هذا أحمد القرشي يحييكم من قناته وقناتكم، قناة أحمد القرشي التوعوية وقناة أحمد القرشي قصص وعبر. بسم الله. حلقتنا هذا اليوم بعنوان صناعة الإطار. صناعة الإطار. سبحان الله، كل إنسان على وجه الأرض وكل مخلوق أيضا يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده لنفسه. الإطار اللي هو البرواز أو بالإنجليزي يسمونه فريم. فكل إنسان على وجه الأرض وكل مخلوق يضع نفسه في الإطار الذي يريده لنفسه، سواء قاصدا عامدا متعمدا أو حتى بالخطأ. سبحان الله، أحيانا يعني الإنسان يروح حق أماكن مشبوهة وهو لا يعلم، ولكن وضع نفسه في هذا الإطار. لم يتوخى الحذر، لم يذهب مساجد، لم يذهب حلقات دين، راح أماكن مشبوهة، القلية قبض عليه أو صارت له مشكلة وما إلى ذلك، فهو وضع نفسه في الإطار، ما حد جاب له. فكل إنسان يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده. هذه الحمد لله قلتها كلمة ودائما أكررها وأعيدها بإذن الله، أن الإنسان هو يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده أو يبتغيه لنفسه. فمثلا الدكتور، الطبيب، المحامي، المهندس، المحاسب، الأمير، الوزير، رئيس الدولة، ملك، رئيس جمهورية، كل وضع نفسه في هذا الإطار، جدوا واجتهدوا إلى أن وصلوا هذه المناصب. المهندس والدكتور والمحامي وغيره درسوا واجتهدوا وحصلوا الشهادات العليا حتى تبوأوا المرتبة والدرجة العالية في الدنيا طبعا بإذن الله، وأيضا حتى في الآخر. على فكرة الإنسان طبعا برحمة الله، ولكنه يجد ويجتهد ويصلي ويصوم ويسوي جميع إيش ما أمر الله به، وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه، فهنا بإذن الله برحمة الله يدخل الجنة. فهو اللي صنع حق نفسه دخول شيء هيئة أو أهل أنه يدخل الجنة، والعكس الصحيح. من يعمل المعاصي و لا يصلي لا يصوم وضع نفسه في الإطار أنه يذهب إلى النار بقدرة الله، ولا نحكم على أي أحد، ولكن الله أخبرنا بذلك ورسوله. فكل إنسان يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده لنفسه. كل إنسان يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده لنفسه. وأيضا نتحدث عن من؟ عن يعني الله يجينا هذا الخيرين، وإذا جينا حق الغير خيرين أيضا الإنسان المجرم، السارق، الذي يعمل مضاربات، القاتل، الله يجيرنا، الذي يتاجر في الممنوعات، هذا هو وضع نفسه في الإطار الذي هو يريده. يعني عندما يتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات ويودع في السجن، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم ظلموا أنفسهم بأنفسهم، وضعوا نفسهم في هذا الإطار. مهما تكون مهنة الإنسان، صغيرة كبيرة على قد حاله، ولكن يعيش بالحلال، يأكل لقمته وهو مستور، فيضع نفسه في الإطار الخير. أيضا نتكلم فرصة عن البنات والأولاد والرجال والنساء على حد سواء، المتزوجة والإنسان المتزوج. المتزوجة والله قالت أروح مع أصحابي لنفرض مكان نتنزه فيه، هي ما تعلم هذا المكان كويس زين ما هو زين، ما تعلم، فتعرض نفسها لأمور هي في غنى عنها. والرجل نفس الشيء، والطفل والطفلة. أحيانا الطفل يعني الواعي أبو 10 سنوات يروح يركض في السيارة كذا، يركض في الشارع بسيكل ورا الكورة، تجي سيارة الله يقدر تدعمه. هو وضع نفسه في هذا الإطار، هو يأخذ حذر والحيطة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
اعقلها واتكل، اعقلها أولا ثم اتكل على الله، وبإذن الله ما يصير لك شيء. فالإنسان الذي يعمل الجرائم ويعمل محرمات وتكون صورته مشوهة وسمعته سيئة هو الذي وضع نفسه في هذا الإطار، ما حد وضع له هذا الإطار، هو وضعه لنفسه، هو يبغى نفسه يقعد في هذا الإطار سواء بسوء نية أو بحسن نية. الله أعطانا سبحانه وتعالى عقل نستعمله في الكسب الحلال. معظم المجرمين أكثر من 99% من المجرمين كلهم من أصحاب العقول يعني المميزة، لذلك يخططون للجريمة. يعني لو يجي إنسان مثلا دكتور طبيب محامي يبغى يخطط للجريمة اللي خطط لها المجرم ما يعرف، فهذا يخطط تخطيط سيء مع الأسف. فالمجرمين أذكياء 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 لدرجة أنهم يضعون خطط لعمليات الإجرامية التي يقومون فيها، وعندما يعاقبون فهم المسؤولين عن أنفسهم، وضعوا نفسهم في هذا الإطار. وأيضا نقول الحمد لله رب العالمين للإنسان الذي يضع نفسه في إطار طيب، يدرس يجد يجتهد يحصل على الشهادات العليا بإذن الله، يرتقي إلى المناصب العليا ويترقى في المناصب إلى أن يصل وزير وما إلى ذلك. فكل إنسان هو الذي يضع نفسه في الإطار الذي هو يريده لنفسه بسوء نية أو بحسن نية، والغالب يعني يكون نية يعني داري عن نفسه. قطة إن شاء الله حاول أن نجيب المقطع هذا، وكثير من القطط وكثير من البهائم الفيل الوحوش في البرية يضع نفسه في مأزق، تجي القطة تدخل رأسها يعني تبغى تأكل مسكينة، هذا بحسن نية، وضعت نفسها في إطار ولكن بحسن نية ولكنها إطار سيء، دخلت رأسها في غرشة معينة، زجاجة معينة، بيب معين، ماسورة، فينحشر رأس القطة أو ينحشر رأس الكلب أو ينحشر رأس أي كان طائر أو غيره، فوضع نفسه هو في الإطار، لم يأخذ الحذر والحيطة فيكون ورط نفسه بطريقة أو ما. أيضا نقول حق البشر لا تورط نفسك بطريقة أو ما، تذهب إلى أماكن مشبوهة، تذهب مع أشخاص مشبوهين، النساء يذهبون مع صديقات مشبوهات، الرجال يذهبون حتى لو كان رجل أبو 40 50 60 سنة مطوع راعي دين راعي صلاة راعي عبادة، مثلا قالوا له ناس تعال ويانا، راح وياهم، يكونوا مشبوهين، الله لا يقدر عندهم ممنوعات، عندهم جريمة معينة، يتم إلقاء القبض عليهم كلهم بما فيهم الشخص هذا. وأيضا على عجالة نقول قصة الملائكة التي أرسلهم الله لكي إيش يهلكوا تلك القرية، فلما جاءوا إلى القرية رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بذلك، وقالوا له أن فيها رجل عابد صالح منشغل في العبادة، فكيف نهلك القرية كاملة بما في هذا الشخص؟ ماذا قال الله لهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بكل شيء؟ فبه فبدأ أول واحد تأخذون بالعذاب هو هذا الشخص العابد الزاهد. ليه؟ لأنه في الحديث الشريف لم يتمعر وجهه في الله، يعني يشوف المعاصي ويشوف المنكرات حق القارئة هذه كلها ما أنكر عليهم، هذا صالح، لكن نريد أن يكون صالح مصلح. إذا كنا صالحين مصلحين هنا نفوز بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. أما حتى لو كنا صالحين وعلى أنفسنا ونشوف المعاصي والمنكرات وكل ساكت، هنا يأخذنا الله بالعذاب. وإلى حلقات أخرى بإذن الله في قناتكم قناة أحمد القرشي التوعوية وقناة أحمد القرشي قصص وعبر. اليوم السبت بتاريخ 20/12/1444، باقي 10 أيام ونودع السنة الهجرية الجديدة وننتقل إلى السنة الهجرية 1445 بإذن الله، والكل بالصحة والسلامة. وتاريخ إنجليزي اليوم خلني أتذكر، اللهم صل على النبي، شفته قبل شوية في الساعة والحين نسيته، 8 تاريخ اليوم 8 إنجليزي 8/7/2023.
أو 2023. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقات أخرى تفيد البلاد والعباد وتفيد الإسلام والمسلمين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.